قصة النهاردة بعنوان اللي خلقنا ما بيسيبناش. في واحد بيحكي بيقول انه كان شغال في شركة، والشركة اللي كان شغال فيها كان قدامها واحدة ست بتقعد بخضار اسمها ام جرجس. فكل يوم الصبح كالعادة بيفطر مع اصحابه، فكان يجيب الفطار ويعدي على الست ام جرجس دي ياخد منها خضار، ربطة بصل، بقدونس، وليكن حسابه 3 جنيه. يحاول يديها 5 جنيه ما ترضاش تاخدها منه، تقول له لا هو حساب حضرتك 3 جنيه يبقى اخد 3 جنيه، ما بتقبلش اي فلوس زيادة. فكان دايما بيفكر فيها ويقول هي الست دي ازاي بتصرف؟ طب يا ترى معاها جرجس بس ولا معاها اولاد تانية؟ طيب اللي بيطلع لها من الخضار ده بيكفيها؟ لحد ما في يوم قرر ان هو يسألها، فقال لها وانت معاكي حد غير جرجس؟ راحت ابتدت تحكي له، قالت له جرجس ده في الجامعة كل يوم الصبح يجيب لي الخضار ويحطه لي على الفرشة وبعدها يروح على الجامعة بتاعته، ومعايا اخته متخرجة من الجامعة، ومعايا 2 تاني دول في الاعدادية. فاستغرب 4؟ طيب ال4 دول يا ترى الفلوس اللي بتطلع من الخضار بتكفيهم؟ خصوصا زي ما قلت لكم ان الست دي مش بتقبل اي احسان من حد، يعني اي حد يديها فلوس زيادة مش بترضى تاخدها، عندها عزة نفس فظيعة. فجايت له يا ابني اللي خلقنا مش هينسانا. طيب باباهم معاكي بيساعدك؟ جات له لا، باباهم مات من 10 سنين وسابنا ما حيلتناش اي حاجة. هو كان حيلته جرات ارض، وعشان هو مش بيعرف يجرى ولا يكتب، اخوه الله يسامحه مضاه او بصمه على الجرات ده وخده منه، فاصبح ما عندناش اي حاجة. فلما ابو العيال مات انا قلت خلاص اكيد، يعني انا هعمل ايه؟ انا هسعى وهجاهد معاهم واكيد ربنا مش هيسيبنا، ما هو اللي خلقنا يا ابني مش هينسانا. فسمع القصة كده وابتدى يعني متأثر من ايمانها، متأثر من ان هي الرضا اللي على وشها، مع ان الرضا ده ممكن ما نشوفوش على وش ناس كتيرة معاها فلوس كتيرة. سابها ومشي. قعدت فترة بعدها يمكن حوالي شهر ما بيشوفهاش قدام الشغل بتاعه. بعدها جت راح يشتري منها الخضار، لقاها عطياله لفة كده ورقة جورنال وملفوف فيها نص فطيرة. فبيقول لها ايه ده؟ قالت له دي يا ابني الفطير بتاع البنت، اصل انا جوزت البنت. فبص لها كده باستغراب، راح قالت له انت عايز تقول جوزتها كيف؟ انت عايز تقول اني جبت فلوس ازاي جوزتها بيها؟ قال لها بصراحة ايوه. جيت لها هقول لك يا ابني، لما جه العريس يتقدم لبنتي احنا ما عندناش اي حاجه ولا عندها اي حاجه في الجهاز شاريها لها. فالبنت كانت عايزه ترفض لان هي عارفه الظروف اللي احنا فيها، وبقت تقول لي يا ماما انا هرفض العريس، يعني هقبله على اساس ايه؟ هنقول له ان احنا معناش فلوس؟ فقالت لها يا بنتي اللي خلقنا مش هينسانا، يجي ونشوفه اللي خلقنا مش هينسانا. جو بالفعل عجب البنت، بس برضو البنت تقول لا يا ماما هرفض. جات لها ادخل يا بنت صلي واللي خلقنا مش هينسانا. دخلت البنت ودخلت مامتها تنام وصلت وقالت له يا رب انت خلقتني ومش هتنساني، انا عارفة ان الحوار ده كله كبير عليا لكن مش كبير عليك انت، وانا عارفة انك هتصرف وتحلها، معرفش ازاي بس انا واثقة فيك انك انت هتحلها. في نفس اليوم الصبح بدري يمكن على الساعة 6 الصبح كده لقيت الباب عمال يخبط 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 جامد جدا. فجامت مخضوضة مين اللي جاي لنا في الوقت ده؟ فتحت الباب لقيت عم الاولاد هو اللي بيخبط على الباب. فتحت له بتقول له ايه اللي جايبك بدري كده؟ راح قال لها انا الليل كله بحلم بحاجات غريبة جدا. قالت له خير؟ قال لها حلمت ان في راجل ضخم جدا وسياف وماسك سيف في ايده وبيقول لي لا ترجع حق ام جرجس لا هحش رقبتك بالايه؟ بالسيف. فانا بصراحه الليل كله خايف ومرعوب وشايفه كده واقف لي على باب الاوضه واقف لي على شباك الاوضه. فاول ما جه الصبح قررت ان انا ارجع لك حقك، وراح عطاني ظرف، والظرف ده يا ولدي فتحته لقيت فيه 150,000 جنيه، وساعتها قال لي ده حق جرات الارض وزياده كمان يا ام جرجس، بس اهم حاجه تسامحيني. وخدت يا ابني الظرف وجوزت بنتي بيه، ونشكر ربنا. مش انا قلتلك اللي خلقنا مش هيسيبنا؟ اوعوا تحسبوها ابدا بعقلكم. اوقات كتير بنتحط في مشاكل او بنكون محتاجين فلوس ونقعد نحسبها بالشمال باليمين، ما تنفعش، ملهاش حل. هتيجي ازاي؟ يعني حلول ارضيه ملهاش حل.
لكن بنتفاجئ ان ابونا السماوي بيحلها بطريقة عجيبة وغريبة، طريقة لا تخطر على عقل بشر. يعني عارفين بتتحل كده، ايه ده، هي حصلت ازاي؟ هي نقعد نضحك بعدين نقول طب هي حصلت ازاي؟ فخلينا دايما واثقين ان اللي خلقنا مش هينسانا.